عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بالجميع. طبعا بقدونس أكيد تتوقعون سلطة أو تبولة أو شيء مالح، سلطة خيار بالزبادي. لا، توقعوا معاي إيش الوصفة. وصفة كيكة مرة لذيذة ومفيدة. يعني مفيدة لأنه فيها بقدونس. احنا عارفين فوائد البقدونس، كله فيتامين مفيد للجهاز الهضمي، غني جدا بالكالسيوم. طيب الكيكة هذه ما راح يبين طعم البقدونس، فقط بيعطيها اللون، وغير انه بيعطيها اللون يحسسك انها فستق او حاطين فيها ملون طبيعي. طبعا انا راح ازينها بالخلاط، ما راح اسويها بالخلاط اللي هو الخلاط الكيك. وراح احط لها صوص. الصوص راح احط فيه ليمون، نعناع، يعني بسوي فيها حركة تعطيها انتعاش. وبستخدم القشطة الحليب المركز. خلوكم معي. الآن حطيت خلطت المكونات السائلة، وراح اكتب لكم الوصفة ان شاء الله. وهنا خلطت البقدونس مع شوي من هذا الخليط عشان ايش؟ يمتزج ويطلع بهالطريقة سايل. وهنا ايش سويت؟ حطيت الباكنج باودر، الباكنج صودا، شوي ملح والنشا. النشا يعطي طعم رهيب صراحة، والطحين، نخلطهم مع بعض. الحين راح اخلط الوصفة. اول شيء راح اضيف اللي هو البقدونس، خليط البقدونس، وراح اخلطه. شفتوا اللون؟ بعدين راح احط الطحين دفعات. الحين احط الطحين اللي معاه الملح ومعاه الباكنج باودر والباكنج صودا والنشا. انا ليش قلت لكم النشا يعطي طعم رهيب؟ لان النشا صراحة يخلي الكيكة كأنها كيكة جاهزة، يعني كأنها الكيك اللي من المحلات. طبعا حنا إذا صار الكيك مضبوط قلنا كأنه من المحلات، وإذا رحنا للمحلات قلنا كأنه شغل بيت. يلا ما يخالف. المهم كيف نخلط كذا يا بنات على شكل 8. هذه كنت شفت واحدة إنجليزية، تعرفون الإنجليز شاطرين بالكيك، خصوصا الإنجليش كيك. ما تسوي كذا، لا، تسويها على شكل 8 بالإنجليزي. عاد يبيلها مزاج. تخلطونها لحد ما يذوب كل الطحين. شوفوا الآن بعد ما خلطت الكيكة كيف يطلع قوامها كذا. هذا القوام اللي يعطيك الكيكة المضبوطة. بعدين أنا عندي نقطة بالنسبة للكيك، أخليه أبدأ أسوي فيه كذا، أضرب ليه علشان يطلع كل الهواء، الفقاقيع هذه تطلع. وعندي هنا القالب، أنا صراحة مثل قالب المعدن ما عندي أحلى منه في الكيك. عاد ما أدري شلون طلعت الجملة، فهمتوها أو لا؟ يعني القالب المعدني مهما تطلع عندي من أشكال، أنا مثل المعدن ما أحب شيء بالنسبة لي اللي هو القالب المعدني للكيك، يطلعها جدا مضبوطة. الحين بدخلها للفرن على درجة 180 الرف الثاني. الصوص يا بنات خيال، كريمي حامض على حلو على يعني طعم مرة منعش. هذه كيكة البقدونس مع صوص الليمون. طبعا أنا زينتها بالنعناع لأنه يعني صعب أحط أوراق بقدونس. هنا شوفوا كيف. شو راح أقدمها معاه؟ راح أقدمها مع القهوة أو الشاي بدون سكر. ليه؟ لأنه صراحة هي يعني حلوة، فما تحتاج يعني أحط لها يعني أحط سكر. أقدمها مع القهوة السعودية أو القهوة الأمريكية اللي تحبون. هنا راح أقصها الآن معاكم. مرة طرية
لونها الآن تبي تتفاجئون من اللون من جوا، مرة رهيب. شفتوا اللون؟ روعة. شوفوا لون الأخضر. عاد الآن ذوق الطعم. بسم الله. شوفوا كيف رهيبة. ترى تنفع بعد يا بنات بدون صوص، بس عاد الصوص صراحة لذيذ. ممكن تحطون عليها جوز الهند، ممكن تحطون عليها سمسم. خيال. وما كأن فيها بقدونس. شوفوا كيف إبداع، يعني كلنا نمدح عاد شغله، بس والله جد جد مرة رهيبة. يلا استنى تطبيقاتكم علشان إن شاء الله يعني أبدأ أسوي معاكم بعد أشياء أحلى.